وتم تعيين عبابو في القصر الملكي كمرافق خاص، وخدم كرئيس في عدة وحدات. وهنا غيضيع الصيد ديال عبابو بفضل الذكاء ديالو والتفوق والبطولات. من بعد غيمشي عبابو لباريس باش يتابع الدراسة ديالو العسكرية العليا في مدرسة أركان الحرب، وكانت هذه الفرصة ديالو باش يبين على المهارات ديالو وأنه عسكري كفء. وبالفعل تخرج عبابو بميزة حسن، وكان عبابو محبوب عند الجنرال دريس بن عمر بطل معركة الرمال، وكان كيمدح عبابو في بزاف ديال المواقف. وحسب بعض الشهادات فالجنرال بن عمر اطلق رسالة من مدرسة أركان الحرب باريس اللي فيها ثناء على عبابو والكفاءة ديالو، الشيء اللي خلى الجنرال دريس بن عمر يحط العين على عبابو وراقب التحركات ديالو. ملي رجع عبابو من فرنسا